بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. وما ينفعش نكون في رمضان من غير ما يكون عندنا كوبايه البلح والخشاف على السفره. بس البلح يا جماعه طلع انواع كتيره جدا لدرجه ان انا تهت. في منه الاسواني والسكوتي، بس هم الاسماء كتيره قوي. هنعرف ده من استاذ عيسى هنا في ساحل روض الفرج. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. رمضان كريم عليكي. الانواع كتيره والاسماء كتيره، عرفنا عليهم بقى. في ده بلح اسواني. تمام. وده بلح شايفين اسواني بتاع مصر. وده برطموده. هو البلح ده كله مصري؟ اسوان كله. تمام. وده ملكابي. تمام. اهو يا جماعه عشان تبقوا حافظين الاسماء. وده السكوتي. وده السكوتي، قعدت احفظ فيه كتير قوي. قول لي بقى دلوقتي احنا طبعا في الفتره الاخيره الاسعار زادت والناس كلها خايفه ومرعوبه وهي جايه تجيب اليميش. ليه اللي يخلي الناس تيجي هنا عندك في ساحل روض الفرج؟ احنا الحمد لله بنبيع جمله، يعني حتى يعني سعر الجمله قريب قوي من سعر القطاعي، يعني تمام. حتى اللي بيجي يشتري قطاعي اكنه بيشتري جمله بالظبط يعني. تمام. بيبقى فرقها بسيط وان شاء الله يعني ياخد كميه كبيره مفيش مشكله. والحمد لله الاسعار زي السنه اللي فاتت ما زادتش، يعني ما زادتش كتير طب يعني. حلو يا جماعه، تقدروا تيجوا تاخدوا يميش من هنا وانتم مطمنين جدا. زمان بقى كان البلح والخشاف هو عباره عن بلح وزبيب، اكتر حاجه يحطوا عليه شويه جوزان. بالظبط. دلوقتي الخشاف بقى لا ده في هنحتاج فيه ايه بقى؟ مشمشيه وقراصيه وتين وجوز هند وزبيب. الانواع دي كلها مصريه ولا في منها مستورد؟ الزبيب الوحيد اللي ممكن يبقى مصري. مصري. يعني لانه احنا احسن ده ناس النتيجه كانت غير متوقعه خالص. انا قلت ان الزبيب هيبقى مستورد. لا احنا عندنا الزبيب المصري يعني من اجود انواع الزبيب، ده يعني فعلا. احسن من الايراني، يعني تمام. احسن من الايراني، لان الايراني بيحط عليه مواد حافظه يخلي اللون يبقى فاتح، يفضل فاتح على طول عشان التصدير والكلام ده، يفضل محافظ على لونه. طبعا ده مضر جدا والله. طبعا. لكن عندنا احنا هنا في مصر احسن حاجه بنعرف نعملها الزبيب البناتي. العنب بتاعنا جميل جدا، يعني حاجه جميله. طيب دلوقتي احنا طبعا كلنا بنستنى شهر رمضان عشان ناكل التين والقراصيه والمشمشيه. هل الحاجات دي برضو موجوده هنا من زراعات مصريه؟ لا كلها مستورده. التين بيبقى سوري. تمام. القراصيه ممكن تبقى شيلي ارجنتيني. مشمشيه تركي. تمام. الزبيب بس هو اللي مصري. الحاجه الوحيده اللي شغالين الزبيب. وممكن طب وقمر الدين بقى؟ قمر الدين ممكن يبقى فيه مصري والله. تمام. طيب دايما الناس بتبقى عندها تخوف من حته التخزين، ونيجي يقول لك اصل الحاجه دي متخزنه من السنه اللي فاتت. لا اصلا يعني في اصناف بتقعد مده صلاحيتها من سنتين لثلاثه، تمام. وبتتحط في ثلاجات معينه وبتطلع بنفس الجوده وبنفس الشكل وبنفس كل حاجه. لكن ده كله بنضمن فيه ان الحاجه طازه وكويسه. طبعا، لان كل حاجه معروضه قدام الزبون، الزبون بيبدا يدوق الاول كمان يعني، وبعد كده يشتري يعني. طب انت حسيت بقى مؤخرا ان المواطن المصري او اي مواطن موجود على اي ارض مصر طبعا، لان مصر مستضيفه ناس كتيره قوي على ارضها، هل حسيت ان في اختلاف في الاقبال في شراء اليميش السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ لا الحمد لله السنه دي في اقبال حلو على اليميش. يعني الناس لسه عندها نفس حاله الاقبال؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. استاذ عيسى احنا مبسوطين جدا معاك، ولسه هناخد جوله بقى نشوف فيها بقيه الاصناف وبقيه الحاجات. اتفضلي منورين. منور. هل هلالك والبدر اهو